سئمنا وتعبنا من الكلام والنصح والإرشاد والتوجيه وحتى التبرير. كرة القدم المحلية مشاهدينا الكرام أصبحت مسرحا للحروب والمشاكل. كل يوم نعرف، كل يوم تتساقط الأرواح. قبل أيام قليلة فقط فقدنا مناصر مولودية الجزائر، وبالأمس ها نحن نعزي في وفاة مناصر لترجي مستغل. هل صارت كرة القدم المحلية مستنقع متعب لدرجة أنه مدرب الذي يظهر أمامكم على الصورة يخرج للإعلام ويقول لك بهذه العبارة: مدينا المباراة خوفا على سلامة اللاعبين؟ فعلا هذا ما حصل خلال مباراة أولمبي أقبو وشلغوم العين. المدرب كعروف خرج للعلنية مباشرة وقالها بلسان طليق: خليناهم يربحوا باش نخرجوا سالمين برك. إلى أين تسير سفينة كرة القدم المحلية المثقوبة التي أغرقت المستوى للحضيض؟ هل حان الوقت الآن لكي نتوقف مع أنفسنا قليلا؟ والله ليس عيب وليس عار أن نجلس مع أنفسنا ونفكر ونقول: هل خلقت الرياضة لجعل رقعة الملعب حلبة مصارعة؟ والمتضرر من؟ أبنائنا من الأنصار. طبعا السبب كما قال منذ أيام قليلة اللاعب السابق الدولي السابق والمدرب المعروف زيري بلال، قبل أيام قال: سبب كل ما يحصل هو لأننا جعلنا من مباراة في كرة القدم مسألة حياة أو موت، كأنها مصير أمة. والله عيب وعار ما يحصل. طبعا نحن لا نريد كرة القدم إن كانت تقودنا للندم، ولا نريد حماسها إن كانت نتيجته العدم. حان الوقت فعلا لكي نتحرك جميعا، ولا أستثني أحد، مسؤولين، إعلام، مجتمع مدني، ولجان أنصار. فهذه ليست ولسنا في بطولة محلية تتقاتل عليها وسائل الإعلام العالمية لكي يشاهدوا مبارياتها التي لا بد أن نقولها بكل صراحة ولا نخجل: لا ترتقي أبدا للمستوى الفني والتكتيكي وغير ذلك. اليوم أصبحنا نتكلم أيضا عن المستوى الحضاري. هذه مشكلة حضارة. اليوم كان عندنا حرب بين فريقين ولا بين الجمهور والفريق تاع عقبو. هذا ماهيش كرة قدم. عندنا يومين، عندنا السمانة اللي فاتت مات مناصر تاع مولودية العاصمة. اليوم كانت روح طيح. الماتش حبس قريب ساعة. اليوم الماتش حبس قريب ساعة. أنا اللي قلت للربيط، قلت له لازم واسمه بشلغوم العيد اليوم يربحوا، سينو ما نخرجوش. كنا فايزين ب2-0، كنا نربحوا ب4-5. لعبنا لاعبين امان، جبنا 9 لاعبين امان، لكن كرة قدم ما تقدمش هكذا. ما كاش ما تنجمش تافونسي. لو فوتبول الجيريان il est en train de couler par rapport à des incidents comme ça. On est en train de voir بلي كوم كوا الارواح تاع الانسان ما عندهاش معنى. البارح باكلي ما طفل، اليوم قريب قتلونا طفل واحد اخر. هذا يخلي ان كرة القدم الى كملت هكذا لازم يكونوا لازم demande à la fédération algérienne d'être sévère. C'est illogique ce qu'on est en train de vivre. جينا نلعبوا كرة قدم avec des jeunes 9 espoirs, c'est grave. On est dans l'obligation de remettre tout en ordre. parce que هكذا ما كاش مثلا كرة قدم تاعنا تعاود تولي elle est en train de se تكولا de plus en plus. parce que comme ça on vient de terminer le match. كملنا الماتش ما نجمناش ندخلوا الفيستير. لا سي فوتبول صا. خليناهم يربحوا. والله ليسي جيست باش الارواح ما تطيحش. انا قلت له الحكم المباراه، قلت له خلي يفوزوا باش نخرجوا برك. هذا ما كان. هذه كرة قدم. هذه كرة قدم. Je demande à la fédération algérienne de sévir parce que la situation elle est vraiment dramatique. ما تنجمش تلعب كرة قدم. هذا اللي يخلي انا ما خفتش على روحي، خفت على لي جون. هذا خفت على لي جون. سي غاف دي سيبورتور جو سي با سكي زيتي مانيبيلي ولا ربحوا ما خلاوناش نخرج. ربحوا المقابله ما خلاوناش نخرج.
انا طلعت فايق عقبوه في الدرجه الاولى. حنا ما نمدو ما نبيعو، حنا ما نمدو ما نبيعو. اليوم حنا اللي مدينا على صحه الدريان، على في دي زونفون. سي ديزيسبوار، مالوريزمون سي ديزيسبوار. ils ont tout fait باش الماتش يدور المقابله، حنا عطينا لهم المقابله. ما حدث في لقاء عقب شلغوم العيد يحدث اسبوعيا في كل الرابطات من الولايه الى المحترف الاول. من جهه ثانيه ان نحيي الشجاعه تاع مراد كعروف. مراد كعروف تحدث وقال انه تحدث مع الحكم، كان فايز ب2-0 وقال له خلي شلغوم العيد يفوزوا باللقاء، خلي شلغوم العيد يفوزوا باللقاء. هذا قال له انا باش نسلك لي جوار تاوعي، قال له جبت 9 لاعبين يو 21 جو بونس ولا واسمه سيدي جون نجيبهم باش يموتوا هنا واسمه لا لهذه الدرجه كان الامر خطيرا هناك. وكاين اخطر يحدث اسبوعيا في شوف لما نشوفوا بعض نتائج لقاءات نادي في اي رابطه، لقاء الذهاب في مرحله الذهاب يجيب 6 نقاط 7 5 نقطه واحده، مرحله العوده ما ينهزمش، يروح يلعب في الليغا، يروح يلعب اسمه في البوندسليغا، ما يجيش يلعب في البطوله تاعنا. البطوله تاعنا هذه منطقيا كل اسبوع لو يفتحوا تحقيقات في كره القدم الجزائريه كل اسبوع، ماشي كل اسبوع، في كل الجولات، في كل جولات فيه لقاء كما هذا. ونقول لك حاجه، حتى في الجولات الاخيره هذه، شوف في الجولات الاخيره كاين نتائج، كاين بعض اللقاءات نعرفوا النتائج تاعهم قبل ما تلعب، تعرف النتيجه. اليوم يعني كاين واحد الحوايج اللي ما نفهموهمش واسمه في الفوتبول. اليوم هذا التحقيق ان شاء الله ماشي اليوم نفتحوا تحقيق ونغلقوه، اليوم تفتح تحقيق لازم الحاكم محافظ اللقاء اللاعبين الاخر يفو بروند لي ديسيزيون اللي لازم. اليوم انا نقول لك حاجه، الاول الاتحاد الجزائري لكره القدم قال لهم كعروف، قال باللي نحييوه كعروف فريمون الى ايتي شجاع، قال كلمه واحده، قالوا نتمنوا انه الاتحاد الجزائري لكره القدم ولا وزاره الشباب والرياضه ولا اي هيئه لازم يضربوا بيد من حديد. يعني قلت لك عيب واش صار في كره القدم الجزائريه. ومن بعد احنا نقولوا اسكو كاين لاعبين في المنتخب الوطني ما يكونوش لاعبين في المنتخب الوطني؟ مستحيل. يعني باللعب هذا وبالطريقه هذه مستحيل يكونوا عندك لاعبين. وزيد حتى الخدمه، نقولوا الخدمه ما كانش كذا، هذه ما نهضروش عليها. ولكن وما ذنب اللاعبين يا ياسين معلومي عندما تلعب تحت تهديد والمدرب يقول في تصريحاته بحد ذاته يقول باللي ما حبيناش نربحوا المباراة وتركنا المباراة وانهزمنا، يعني حنا انهزمنا. ما ذنب اللاعب ياسين معلومي؟ اسمع مش كعروف فقط، نحيو تزيري بلال، نحلو تزيري بلال في لقاء مولودية وهران وبن عكنون يتكلم بصريح العبارة، قال له احنا دخلنا وخرجنا، يعني اللقاء بيننا احنا ومولودية وهران والجمهور لقاء عادي كروي، اللي يفوز. ولكن العيب انه مواقع التواصل الاجتماعي اللي حرضوا على حدو مولاي مثلا وليد واسمه هران، حدو مولاي مدرب كرة قدم. اليوم هذا ابن مدينة البوليدة ينجم يعطيني ايكيب ويلعب مع البليده يسمى ما يلعبش. خلاص ولات عندنا واحد العقليه، ولات هذه ماشي عقليه اللي من يتحمل المسؤوليه يا ياسين معلومي؟ كاع يتحملوا المسؤوليه، كاع. شو انا نقول لك حاجه، المسؤوليه شوف انا قلت لك ما تضربش. انا ليا هذا رايي متواضع، لازم شامبيونا ابلون 10 سنين مش عام. اليوم ايام هنا برا بالوزداد كذا كلهم يديروا سبيكتاكل، واش راهم يربحوا؟ كاين غير اللاعبين يتقاضيو الاموال هما والمدربين، والمناصر دائما هو اللي يخسر. رانا نشوفوا مناصر تاع المولوديه الله يرحمه مات، مناصر تاع ترجي مستغانم هذه السمانه مات. واش قولي واش الذنب تاع الناس هذو؟ هذه كره القدم. زمان كانوا الناس كره القدم لي سيبورتير يروحوا بالكوستيمات، واحد يروح مع باباه، واحد مع اخوه، واحد مع عمه، واحد مع كذا. لا شيء ياسين، الحاجه اللي ولات كراف يعني ولا الضغط الشارع انه لما تسقط القسم الوطني الثاني حاجه شغل كانه حاجه كراف مغربه، حاجه مغربه انه راح تسقط. انه لازم اليوم شلغوم العيد دار مثال ولا مولودية وهران ولا اي نادي اليوم ولات كي تلعب الماتش روتور وتلعب على الطيحه دائما لازم الفريق اللي يرسوفيه هو يربح بكل طرق. اوكي اليوم شلغوم العيد نقولوا باللي راح يسلك ويدير مانتيا في القسم الوطني الثاني. هل شلغوم العيد او مولودية وهران او ياخذوا العبر ويسقموا الاخطاء اللي داروهم، والعام الجاي نشوفوا وجه اخر اللي يلعب يعني الالقاب ولا يلعب لو مانتيان؟ لا، هل اليوم كي تسلك العام الجاي تكون في المستوى؟ الشيء اللي غير مقبول انه
لما تسقط حاجه جراف. اليوم لايستر في لا بريمير ليغ عاود هبطوا، عاودوا اليوم طلعوا جوفنتوس سقط اليوم فالادوليد في لا ليغا سقط، اليوم عاود صعد. نفس الشيء بالنسبه لسوتامبتون. اليوم الا تستاهل تسقط كما قال ياسين، كيفاش فريق اليوم عنده 14 نقطه في مرحله الذهاب وفي مرحله العوده يدير 41 نقطه؟ هذا غير معقول. يعني تحط ايكيب ودير، وكان ما كاش اشياء بعيده على كره القدم احنا كاع نعرفوها. يعني هذا الشيء غير مقبول. لاعب النور يصراو هذه الامور. سامحني، كيف بطوله الفرق الفرنسيه اليوم تاخذ فريق ليون وين كان في مرحله الذهاب كان مستعد كان براتيكمون سقط، وشفنا اليوم راه تاهل البطوله. صح، لكن في البطوله الفرنسيه وفي ليون هناك استقدامات في الميركاتو، هناك تغييرات جابت ثمارها في المدرب مرحله هنا لا استقدامات لا تغييرات ولا شيء. خالد على كل حال غروسو كان ممتاز على كل حال، ما مشاتلوش. خسروا مع كليرمون فيرون، جابوا بيير لوساج، ديكليك بسيكولوجيك، لاعبين خذاو الاخر. معجزه واش دار فريق اليوم. ولكن المشكل وين كما قال لك عبد النور، شلغوا من العيد تبعوا الناس اللي لجنه المنافسات خذت القرار اتخذ على مستوى لجنه المنافسات، وحنا عندنا الحق وكاين مراحل تاع لازم نحترموها، ضروري نحترموها باش نعاودوا نجيبوا حقنا. القوانين كلها تعطينا الحق. اذا كان استعملوا تعسف في القانون، كاين اجراءات قانونيه وكاين الناس اللي تحكم بالحق، وان شاء الله نجيبوه. الان انا نتكلم معاك ورانا نديروا الرد بالنسبه للاتحاد الافريقي، لازم اليوم في الليل يرد. حنا دونك هذا سيت ان بروسيسوس راح نمروا. ما نقدرش نصوتيو قال امشي لوزان، ضروري نمشيو للريكورد تاع لاكاب، لان القرار اتخذ على مستوى لجنه المنافسات. اذا القرار هذا احنا رافضينه وراسلناهم اليوم باللي رافضينه، وراح نمروا الى مرحله تاع طعن، والى الطعن على مستوى الاتحاد الافريقي غير مقبول نمشيو الى طاس دو لوزان، وان شاء الله نجيبوا حقنا. الفريق سيتنقل الطائره جاهزه، وسنتنقل يوم الجمعه ان شاء الله على الساعه 3 الطائره تتنقل الى بركان. في حال كرر نفس السيناريو سننسحب، لان شوف السياده الوطنيه ما فيهاش مساومه، هذا مبدا. اذا كان دخلوا للملعب ولعبوا بدون خريطه سنلعب عادي، لان الاشكال الوحيد ما كاين حتى اشكال هو استعمال الخريطه اللي تمنحها قوانين الكاف وقوانين الفيفا. لماذا السؤال المطروح؟ لماذا سمحوا لهذا الفريق باش يستعملها والكل شيء موجود على مستوى القوانين تاع الفيفا والكاف ايضا؟ اذا لما السؤال المطروح؟ احنا نعرفوا الامور كيفاش تمشي، انا اشتغلت في الكاف ونعرف الامور كيفاش تمشي، وان شاء الله باذن الله حقنا راح نجيبوه. سي توفيق، على الصعيد المحلي اليوم الكاس في خبر كان اسكو مورالمون تاثروا اللاعبين بعد سماع خبر العقوبه؟ لا، اولا تاثروا بالمقابله اللي لعبناها مع بركان وكل شيء اللي صار في بركان. بطبيعه الحال هادو بشر وحنا بشر، تاثرنا بالشيء اللي مشى، ولكن اليوم المقابله مقابله تاع كره القدم، واللي فاز مبروك عليه، وحنا سنواصل. ماهيش نهايه العالم. توفيق قريشي يقدم استقالته رسميا على راس اتحاد فريق العاصمه كمناجر عام، في حديث انه تلقى تهديدات وما حدث له اثر في نفسيته وفي نفسيه عائلته، وتقدم بشكوى رسميه الى الامن الوطني والى العداله والى القضاء الذي سيأخذ مجراه في هذه القضيه. اذا وصلنا اليوم للارواح تاع ناس وتهديد الناس بالسلاح الابيض، ما بقاتش كره قدم هذه يا ناس. هنا دخلت عصابه، هنا راه عصابه في كره القدم، عصابه تسيرها اشخاص عندهم الاموال باش يحبوا يعاودوا يولوا الفريق بدون ما ندخل في بعض التفاصيل، باش قدحوا فلان فلان. ربما اخطا الرجل او فشل في مهمته، ولكن كاين طريقه، كان اداره اتخذ القرار بابعاده وايقاف ايضا بالعاليه من منصبه كمنسق عام. وبلغ السيل الزبا سي مسعودان سي راسي جرجاج. اليوم الفوتبول بكل صراحه ما فهمتش انا اليوم لو نهدوا الناس اليوم باش يتنحوا من المناصب تاعهم، ما بقاتش منظومه كرويه، ما بقاش فوتبول، ونغادروا كاع كيما رانا خويا العزيز.
اي سا سي با جوست. لا كي تلحق انا هذا وين سمعتها تقول لي لو ناسيون لارم بلونش بالموس حاجه كرا بشويه. بون الانصار موالفين لما ما يرضوش على واحد ولا فئه. لا ما نخلطوش ما نخلطوش انصار. كاين فئه من عند الناس باش هاد الناس تعاود تولي انا جايك دير هاد الامور الانصار وحاشاهم. انا جايك كمان انا جاي خليني نكمل في المشكله. تفضل. قلت يعبروا على الغضب تاعهم ولا على عدم رضاهم في وسائل عندهم غير لي ريزو سوسيو غير في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني سا باس ان بيرسوناج بيبليك فهمت. ولكن باش تلحق حتى لوين تنونسي واحد بموس هذه يعني ما يقبلها حتى واحد. لا هذه ما يقبلها حتى واحد. هذه ما قد اخفق الرجل وهذه الاداره فشلت في مهامها، لم تدافع عن حقوق الفريق. سيرين ديناميك. اليوم انا نقول نهضر على الاداره ما نهضرش على الانصار، يلومون انفسهم. بن شيخه كي جا وكمل وقبل لو برينسيپ انه يكمل ودار ان بروغرام. جو نو بونس با كو بن شيخه ما حطش برنامج باغ اكزومبل ان ريكروتمون جوار وامور. حط الريكروتمون وقال انايا لحقت لهذا المستوى وسمعت سمعته انا شخصيا قال لحقنا لهذا المستوى يفودري با كو نخطيوه يفودري aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il fallait un recrutement, un bon recrutement عمر. فإذا به بن شيخة يغادر. أنا بكل صراحة حتى مغادرة بن شيخة في وقتها لم نفهمها، يعني صراحة هل كانت من الإدارة، هل كانت من تهديد كما قيل لنا، أو هل كان شتم أمور من هنا. اليوم نفس الشيء يحدث للسي قريشي ونقول ورانا رايحين بهذا لونتربريز دو سيربور. أنني نتبع في فون تاع لوزما. اقسم لك بالله سي كمال مناصرين غير يديروا في اقتراحات ما شاء الله، اقتراحات من نوع رفيع بالنقطه 1 2 3 4 5 6 واكيد دو دروا. لكن عبد الحق بن شيخه اللي تكلم عليه ما درناش ندوه صحفيه لما غادر عبد الحق بن شيخه، ما قلتلناش اسباب المغادره تاعك، ما قلتونا والو، تغادروا بدون ما تعطوا التفاصيل. نتمنى عندنا مسي توفيق قريشي يعني ندوه صحفيه تقدر تتصل بالصحفيين، عندك علاقات مع الوسائل الاعلاميه، نجو في مكان وقلنا ماذا حدث بالضبط. لازم تنوروا السلطات العليا للبلاد وتنوروا مسؤولي كره القدم وتنوروا الجمهور الرياضي خصوصا مناصري اتحاد العاصمه ماذا يحدث في الفريق. اليوم هذه العوده للوراء واش السبب تاعها؟ من المتسبب في هذا التكتل وفي انشقاق البعض مع البعض؟ واحد يزكي لك فلان، واحد يزكي لك في علان. لازم تكونوا تتبعوا لي كولور، تبعوا الفريق، حبوا الفريق، ما تحبوش الاشخاص يجوا يديروا دراهم ويقلعوا. انت لازم تحب الفريق تاعك وتبقى مع الفريق تاعك. صار جلول الفريق كان في لانونسي الاهلي ثاني 10 لقب كاس رابطه ابطال افريقيا. اليوم لو سما داجي ريكول رجع من ضمن الخيارات اليوم، لان اليوم المسؤولين على راس الاتحاديه لو شوا تاع لونترينور، لو شوا تاع لي ديريجون، باسكو هما صح، هما القلب النابض. لان عندما يكون عندك انت تدي دو تيتر، واش من لي تيتر داو دو تيتر فريمون سي لور، ومن بعد تولي تلعب لي ماتش هكذا وين شفنا وين لي سيتوياسيون من ما كاش حتى واحد يديريجي لو ماتش. جو بونس هذه ترجع الى هي ترجع ترجع المصالح راهي ماشي كيسون تاع المصالح. لا حب مصالح. لا شوف ماني معاك، ولكن اليوم انت تهضر لي تهديد كما يقول لك اسلحه بيضاء. نو حتى ولو تهدد اليوم باللسان سي غراف، حتى باللسان ما كان نوصلوا اشياء اخرى. اليوم حنا رانا في بلاد محترمه وعندنا حنا بلاد تاعنا فيها قانون. اليوم ما كاش هذا اللي يهدد فلان وما كاش هذا اللي يقول فلان. انا نظن اليوم سي قريشي كان مضطر باش يروح، لان عنده عائله، عنده اولاد، عنده كما يقول لك اهل. اليوم باش يفدي تاعو بالاخر ما يتقبلها حتى واحد. وحنا في بلاد القانون. انا ضد العنف اللفظي. وي بارك الله. انا ضد العنف الجسدي، انا ضد العنف المعنوي، انا ضد العنف هذا تاع التهديد. فوتبول واش رجعتوا؟ راح نولي اليوم تصريحات تاع زيري بلال اللي فريمون سي تصريحات راحت في الصميم، راحت في الصميم، تصريحات راحت في الصميم. اليوم الفوتبول رجعتوه شغل كيرا، رجعتوها
اليوم الفوتبول في الجيري ولات مصالح، ولات الناس تحب تجي تستعمل جماعه على جماعه. اليوم راكم تقتلوا ولاد الناس ما بيناتهم على جال المصالح تاعكم، باش واحد يولي مدير رياضي، باش واحد يولي بريزيدون، باش واحد يولي اتاشي دو براس، ما بيكونش لانتيري تاع الكلوب. لازم لي بوبليك الجيريان كاع في الفرق لازم تفيقوا، راكم تفيقوا على التوعيه والتحسيس على العنف، لازم تفيقوا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي ومشاهدي قناة ميديا سبورت. كلام مهم جدا 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 عن نادي الزمالك وآخر الأخبار الخاصة بنادي الزمالك والنادي الأهلي أيضا. هنكلمكم عن مواضيع خاصة بالصفقات وخريطة الصفقات. كان نادي الزمالك فتح موضوع مهم جدا، التفاوض مع رمضان صبحي للانضمام إلى نادي الزمالك في الفترة القادمة. رمضان صبحي عنده مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة المنشطات، فأعتقد أن لسه رمضان صبحي مش هيخش دلوقتي في حسابات نادي الزمالك، لكن الاسم الأبرز، الأسماء الأبرز هتبقى من خارج مصر. طبعا بدأ الكلام على بغداد بنجاح وسفيان رحيمي بعد تألقهم طبعا، ومعروف بغداد بنجاح لاعب نادي السد القطري، وسفيان رحيمي لاعب نادي العين الإماراتي اللي بدأ أساميهم تتردد بقوة داخل مصر للانضمام إلى النادي الأهلي، وموجودين مع منتخبات بلادهم سواء منتخب الجزائر أو منتخب المغرب، وأعتقد أنه هيبقوا مؤثرين جدا مع الأندية بتاعهم.